مين متصدر الدوري ناو؟ ها؟ مين اول دوري؟ مش انا قلت لك يا صديقي ان احنا هندخل التوقف الدولي متصدرين؟ صدقت؟ طالما صدقت بقى يبقى تخش تعمل لي لايك وتعمل اشتراك للقناه عشان تتابع الحلقات اللي جايه اول باول. ها؟ عشان انا باذن الله هظبط لك الدنيا جو في الفتره اللي جايه دي. اهلا وسهلا بيك يا صديقي في حلقه جديده في ركن الانفيلد، هنتكلم فيها عن اللي حصل في مباراه ليفربول وارسنال في الجوله الثالثه. لازم يا صديقي تعمل اللايك بتاعك وتتابعني علشان ان شاء الله الفتره القادمه زي ما اتفقنا قبل كده هيكون فيها كلام كتير قوي عن كل ما يخص ليفربول. والنهارده يا صديقي هنتكلم في اللي حصل في مباراه ليفربول وارسنال، بس الاول زي ما اتفقنا لازم تعمل اللايك الجميل بتاعك وتعالى نتكلم في كل التفاصيل دي. تشكيل في البدايه يا صديقي نزل ارن سلوت بالتشكيل اللي انا توقعته في الحلقه اللي فاتت، واللي تكون من اليسون في حراسه المرمى وكيركز وسوبوزلاي كاظهره، وقلبي الدفاع فان دايك وكوناتي. اما خط الوسط فتكون من ماك اليستر وجرافنبرغ، والثلاثي اللي تحت المهاجم ايكيتيكي كانوا جاكبو وصلاح وفيرتس. المباراه يا صديقي ما كانتش افضل حاجه بالنسبه للفريقين، الاثنين كانوا داخلين متخوفين من بعض بشكل كبير. ارتيتا كان عامل حسابه في تشكيلته ان هي هتكون دفاعيه بحته، مش بس دفاعيه ولكن هو كان عامل حسابه انه ينزل كل اللعيبه اللي بتقدر ان هي تدافع بشكل كبير علشان يقدر يحجم من خطوره ليفربول. وده اللي انا كنت متوقعه قبل بدايه المباراه واللي اتكلمت فيه في اللايف مع معتز الطاهر في قناه هاتريك، وكنت متوقع ده الصراحه نظرا لخوف ارتيتا من اسلوب ارن سلوت، لان ليفربول زي ما احنا عارفين الفتره اللي فاتت بالرغم من سوء الاداء ولكنه قادر انه يخلص اي ماتش وبيقدر ان هو يستخلص الثلاث نقاط في نهايه اي مباراه. تشكيله ارسنال يا صديقي اللي شهدت ثلاثه في خط الوسط يعني تقدر تقول ان هم بدنيا افضل من لاعبي ليفربول، وكان تواجد مورينو على حساب اوديجارد للناحيه البدنيه زي ما اتفقنا، وكمان تواجد مارتينيلي اللي حتى ما كانش فورمه في الفتره اللي فاتت ولكنه بيقدر انه يدافع وبيقدر ان هو يضم على الظهير اللي خلفه. الفرقتين يا صديقي في الشوط الاول قدموا شوط سيء لابعد الحدود، وما كانش متوقع من فرقتين بيضموا تقريبا افضل لعيبه في العالم، وبغض النظر عن الارقام اللي كانت في ارض الملعب او المبالغ الطائله اللي بتضمها تشكيله الفرقتين، ولكن اداء الشوط الاول ما كانش على المستوى المطلوب. تحس ان انت بتتفرج على ديربي المحله في الدوري المصري، مع احترامي طبعا لغزل المحله وبلديه المحله، ولكن المباراه كانت سيئه ما بين الفرقتين. اي نعم هي شهدت استحواذ اكتر بالنسبه لليفربول على حساب ارسنال، وكان الاستحواذ وصل مع ليفربول لاكتر من 53%، ولكن الاستحواذ ما كانش بالشكل المناسب لان ما كانش فيه خطوره على مرمى ارسنال، وكمان ما كانش فيه خطوره من ارسنال على مرمى ليفربول. وهنا يا صديقي المباراه شدت في بدايه الشوط الثاني وابتدى ليفربول يضغط اكتر، وخصوصا بعد الهدف اللي اتلغى في الدقيقه 60 مسك ليفربول اكتر المباراه وقدر من خلال الضغط على ارسنال انه يسجل هدف في الدقيقه 83 من ركله حره اتسددت بطريقه اكتر من رائعه من سوبوزلاي اللي تالق في المباراه دي بشكل كبير وخد جائزه رجل المباراه بكل جداره واستحقاق. وهنا يا صديقي لو انا عايز اتكلم عن تقييم لاعبي ليفربول فهبتدي بسوبوزلاي اللي قدم مباراه اكتر من رائعه واجاد في مركز غير مركزه، لعب كظهير ايمن وبصراحه قدم مباراه اكتر من رائعه، كان بيتواجد في كل مكان في ارض الملعب تقريبا واجاد في كل لحظه لعبها. كمان يا صديقي لو على سيره اللاعيبه المجريه فعندك كيركز كمان قدم مباراه اكتر من رائعه ضد مدويكي الجناح اللي كان عامل زحمه وعامل دوشه كبيره على دفاعات ليفربول، ولكن كيركز قدم مباراه اكتر من رائعه. وبصراحه انا كنت متخوف من كيركز قبل المباراه حتى لو كنت واثق فيه ان هو لعب مباراه قويه ضد ارسنال المواسم اللي فاتت مع بورنموث، ولكن المباراتين اللي لعبهم مع ليفربول كان مهزوز بشكل كبير وما كانش فيه سبب او تفسير بالنسبه لي عن سوء ادائه، لانه كده كده لاعب من لاعبي الدوري الانجليزي بعكس فيرتس اللي لسه قادم على الدوري الانجليزي ويمكن حجته انه لسه ما تاقلمش، عشان كده انت لغايه دلوقتي مش حاسس بوجوده في الملعب حتى ولو كان ليه تاثير على سير المباراه، سواء اذا كانت اي مباراه في المباريات الماضيه حتى مباراه ارسنال كان ليه تواجد في كل مباراه وليه بصمه، ولكن انت مش حاسس بده لان مش ده اللي منتظر منه. فكيركز يا صديقي قدم مباراه قويه ضد مدويكي
ولولا كيركز كان ممكن مدويكي يساهم في اكتر من هدف ضد ليفربول. كمان في تقييمي للاعبي ليفربول فانا عايز اتكلم عن جرافنبرخ اللي انا شايفه واحد من افضل لاعبي خط الوسط الارتكازي، ان ما كانش هو افضل لاعب خط وسط ارتكاز في العالم الفتره الماضيه دي كلها، لان هو قدم مستوى اكتر من رائع مع ليفربول الموسم اللي فات، ولسه المستوى الممتاز ده مستمر معاه في الموسم الحالي. بصراحه الواد رهيب، بيقدر ان هو يكسر ضغط الفريق الخصم لوحده، بيقدر ان هو يطلع بالكره من الدفاع للهجوم بشكل اكتر من رائع، عنده قدره رهيبه على المراوغه وكسر الخطوط بتمريره سحريه والحفاظ على الكوره عشان يقدر ينقل الملعب من ليفربول من الدفاع للهجوم. فبصراحه جرافنبرخ بالنسبه لي هو افضل لاعب خط وسط ارتكاز في العالم. وعلى سيرة الأفضل في العالم فلازم نتكلم عن فان دايك صاحب ال 34 سنة اللي كان فيه مشاكل في تجديد عقده الموسم اللي فات، وكان ممكن تدخل الموسم الحالي بدون وجود فان دايك. فان دايك أفضل مدافع في العالم حاليا، مش بس عشان بيلعب في ليفربول، ولكن تعالى بص لها من منظور ان انت واحد بتتفرج على المباراة وانت كمحايد ما بتشجعش ليفربول او ارسنال، هتلاقي ان فان دايك افضل مدافع في اللعبه حاليا بدون اي مجامله. فان دايك قادر ان هو يعمل 43 اجراء دفاعي في خلال الثلاث مباريات اللي فاتوا، وده رقم كبير جو بمعدل 14 اجراء دفاعي في كل مباراه. فان دايك بيقدر ان هو يكسب كل الالتحامات الهوائيه والارضيه والفضائيه والجويه والبحريه وكل حاجه. فان دايك عامل بغض النظر بقى عن التحولات الدفاعيه وعن قدرته الدفاعيه الرهيبه اللي بيقدر ان هو يشيل خط دفاع ليفربول بالكامل، فحتى في مستويات دنيئه زي اللي حصلت في المباراتين اللي قبل مباراه ارسنال. ولكن انت بتتكلم كمان عن افضل صانع لعب في الماتش. فان دايك قدر انه يلعب 9 كرات طوليه كلهم نزلوا بالمجاس يا صديقي، بالسنتي. الكره بتنزل على رجل المهاجم سواء صلاح ولا جاكبو بتنزل بالمجاس. فان دايك عنده قدره رهيبه انه يلعب الكره مظبوطه بالمجاس من خط الدفاع للخط الامامي في كسر الخطوط الخصم بدون اي مشاكل، الكره بتنزل بكل سلاسه. فان دايك عمل كذا كوره بالشكل ده، وهنروح بعيد ليه؟ في الهدف اللي اتلغى في الدقيقه 60 فان دايك حس ان ماكاليستر مش قادر بدنيا ان هو يشترك او يلتحم مع خط وسط ارسنال، جاله عليه يا صديقي ولا تزعل نفسك، خد كوره اهي، وراح باعتها له كوره سحريه ولا اروع. فانت بتتكلم عن مدافع وصانع العاب 34 سنه، بيلعب في اقوى فريق في انجلترا، بيلعب في الدوري الانجليزي، بيلعب في اعلى مستويات كرة القدم، وهو لسه محتفظ بالنسق الدفاعي بتاعه. شوف سبحان الله يا اخي، الدنيا دي لما تعوز تديك ظهرها. زوباميندي اللي اختار ارسنال على ليفربول بحجه ان ارتيتا هيكون افضل مدرب بالنسبه له وهيقدر يطلع منه امكانيات افضل من اللي كان بيقدمها مع ريال سوسيداد المواسم اللي فاتت في الليجا. النهارده بيلعب ضد ليفربول وبيقدم واحده من اسوأ مبارياته تاريخيا، خسر كل الالتحامات الهوائيه والارضيه باستثناء التحام وحيد ارضي كسبه، عمل كل الموبقات في الملعب، تسبب في الركله الحره اللي تسجل منها هدف عن طريق سوبوزلاي، يعني كان ناقص ان هو يسجل هدف في نفسه كمان. فشفت الدنيا يا صاحبي لما بتديك ظهرها، او انت لو كنت اخترت ليفربول كان ممكن الدنيا تتغير، كان ممكن انت النهارده بتلاعب ارسنال بزوباميندي وما عندكش جرافنبرخ اللاعب اللي بيقدم مستوى اكتر من رائع. ليفربول يا صديقي قدر ان هو يسجل في المباراه ال37 على التوالي في رقم غير مسبوق في الدوري الانجليزي بيحققه كليفربول، وتحت قياده ارن سلوت بيسجل في المباراه رقم 40 من اصل 41 مباراه لعبها تحت قياده المدرب الهولندي. وطبعا كلنا عارفين المباراه الوحيده اللي ما قدرش ليفربول يسجل فيها واللي كانت الخساره ضد نوتنغهام فورست الموسم اللي فات. ليفربول يا صديقي في المجمل المباراه ما كانش الافضل، حتى ما كانش افضل من ارسنال اللي كان سيء بالتبعيه. برضو المباراه كانت سيئه من الفريقين، ولكن ليفربول كان الافضل لانه قدر ان هو يستحوذ، وكل الارقام والاحصائيات لو دخلت اي موقع هتلاقيها لصالح ليفربول. انا مش بتكلم عن افضليه ليفربول في الملعب، ولكن انا بتكلم عن افضليه ليفربول ان هو قدر يطلع من الماتش ده بالكلين شيت الاول ليه خلال الموسم الحالي، وقدر انه يدخل بالتوقف، وقدر انه يدخل التوقف الدولي متصدر الدوري الانجليزي، الفريق الوحيد بالعلامه الكامله لغايه دلوقتي ب9 نقاط. وهنا يا صديقي هنتكلم عن الانتقالات واللي بدات الاخبار فيها بمجرد سماع صفاره نهايه مباراه ارسنال وليفربول. انتشرت الاخبار ان ليفربول اتم اتفاقه مع نيوكاسل بعد طبعا ما نيوكاسل تعاقد مع فولت ميد وفي طريقه للتعاقد مع ويسا من برينفورد، فخلاص نيوكاسل حلت ازمه المهاجم عندها، عشان كده هيقدروا ان هم يتخلوا عن ايزاك اللي هم اصلا مش بيشاركوا خلال المباريات الماضيه. اتم الاتفاق ليفربول مع نيوكاسل على انتقال ايزاك مقابل 130 مليون جنيه استرليني، واعتقد في الوقت الحالي ايزاك بيعمل الكشف الطبي وممكن بكره او بعده يتم الاعلان عن انتقال ايزاك. وبالتاكيد كمان بعد العرض اللي جاء لليفربول من اي سي ميلان للتعاقد مع
جوميز بحوالي 15 مليون يورو بدون الاضافات. فاعتقد خروج جوميز معناه ان مارك جويهي اصبح قريب بشكل غير عادي للانتقال لليفربول، خصوصا كمان بعد المباراه اللي قدمها مع فريقه كريستال بالاس ضد استون فيلا اللي كانت على ملعب السيلهست بارك، واللي قدر خلالها مارك جويهي انه يسجل الهدف الثاني وكمان حيا الجماهير. وفي اخر المباراه دين هندرسون حارس كريستال بالاس كان بيزجه للجماهير علشان يحيي الجماهير، لان كان واضح ان دي اخر مباراه ليه مع كريستال بالاس. حتى هو كمان لمح بده في اللقاء الصحفي بعد المباراه، وقال انه كان فخور انه يمثل كريستال بالاس، وكان فخور اكتر انه كان قائد كريستال بالاس في المباراه دي، وكان واضح جو انه خلاص دي اخر مباراه ليه مع كريستال بالاس وهيتم انتقاله لليفربول. واعتقد يا صديقي هي في خلال التوقف الدولي ده هتكون تشكيله ليفربول اكتملت خلاص بانتقال ايزاك ومارك جويهي. ومن النقطه دي يا صديقي اقدر اقول لك ان ليفربول المنافس الاول والاقوى في كل البطولات اللي هيشارك فيها سواء اوروبيا او محليا. وانا يا صديقي كمشاهد ومتابع لليفربول من سنين طويله ما اعتقدش ان في وقت من الاوقات شفت سكواد ليفربول بالشكل ده. فلو انت مشاهد ومتابع زي لليفربول اتمنى ان انت الاول تدعمني باللايك الجميل بتاعك، وكمان تدعمني باشتراكك في القناه علشان نستمر الحلقات اللي جايه نتكلم فيها عن كل ما يخص ليفربول في حلقات ركن الانفيلد، ونشوف مع بعض يا صديقي هل السكواد المرعب ليفربول ده هيقدر ان هو يحقق كل البطولات اللي هيشارك فيها ولا لا. اتمنى يا صديقي يكون عجبك المحتوى، وسلام عليكم.